اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. ومرحبا بكم معايا في قناتي وصفات شاديه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد جوج سلطات، نتمنى يعجبوكم. ونبداو على بركه الله بالسلطه الاولى. كما كتشوفوا عندي هنايا الرجله، بعد ما غسلتها نقيتها وغسلتها مزيان، درت لها شويه ديال الخل وغسلتها وخليتها تسقطرات على خاطرها. دابا غادي نقطعها على هذا الشكل هكا بحال كتقطعوا الربيع. السلطه البنات كتجي زوينه وغزاله وصحيه وعندها فوائد كثيره على الجسم. متواجده بكثره هاد الرجله، كتكون بزاف عند اللي كيبيعوا النعناع ولا الربيع، راه كتكون عندهم وما غالياش بزاف. القبطه كدير 2 دراهم 3 دراهم، الا غلات كدير 4 دراهم. هاد السلطه باش زوينه كتقدم اما بارده ولا سخونه، تصلح بحال هكا في وقت البرد وفي وقت الصيف. في البرد راه من طبيعه الحال كنقدموها سخونه، وفي وقت الصيف بارده. نتمنى تجربوها لان كتجي زوينه وغزاله. صافي دابا من بعد ما قطعتها كلها غنديرها في الطنجره هكا. نتمنى البنات تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، كنشكركم بزاف. دابا غنزيد هنايا العطريه اللي عندي الكركم، عندي الابزار، الملح، سكينجبير، وغنزيد هنايا الثومه محكوكه، 2 فصوص كبار، قزبر معدنوس مقطعين، وعندي الحامض مصير. هنايا البنات انا ما غنزيدش فيها الماء الا اللي كنتو زربانين عليها، تقدروا تزيدوا فيها شي تقريبا شي كاس مع عامر ديال الماء وتسدوا عليها. انا هنا ما غنديرش فيها الماء حيت ما زربانش عليها، غنسد عليها ونخليها طيب على خاطرها حتى كتطلق الماء. هنايا غنزيد زيت زيتون تقريبا 2 معالق كبار. اللي ما عندش زيت الزيتون تقدر ديروه على الزيت العاديه اللي كطيبوا به، حتى هو كتجي زوين به. صافي دابا غادي نسد عليها ونخليها طيب على خاطرها. وهنايا غندوز للسلطه الثانيه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده كما كتشوفوا، كنديرها في مقله وكنخليها تذوب. انا نسيت ما قلتش لكم، زدت معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال الكمون في السلطه الاولى، نسيت ما درتهاش مع التوابل في الاول. صافي هنا الزبده من بعد ما دابت ليا كنزيد عليها مطيشه اللي قطعتها على هذا الشكل هكا طريفات صغار. كنخليها تشحر، البوطه ناقصاها نخليها في مهيله باش تشحر لنا مطيشه على خاطرها. هنايا غنزيد عويدات ديال القرفه. هاد السلطه البنات راه كتجي غزاله غزاله وكيجي فواحد المذاق رائع. هنايا كنزيد 2 معالق ديال ماء الزهر، كيعطي واحد النسمه زوينه. نتمنى تجربوها وانا متاكده غادي تعجبكم هاد السلطه، حتى الوليدات الصغار غتعجبهم. ما كنزيد فيها لا ما لا والو، مع مطيشه كتطلق الماء كما كتشوفوا طلقات ليا الماء. هنايا كنزيد 2 معالق كبار ديال العسل. ممكن اما ديروا العسل واما ديروا سكر سنيده. سكر سنيده غديروا 2 معالق كبار ولا 3 على حسب. الا كنتو دايرين كميه بزاف ديال المطيشه ديروا 3 معالق كبار، كنتو دايرين شويه غديروا 2 معالق. صافي كنخليها تشحر على خاطرها. كما كتشوفوا هنا راه بدات تعسل ليا. هنا غنزيد شويه ديال السمسم او الزنجلان، كل واحد واش كيسميه. هنايا غديروا الزنجلان الابيض، انا متوفرش عندي درت الاخر، ولكن حتى الاخر كتجي به زوينه. صافي غنخليها تعسل لي مزيان
ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال السلطات بجوج. ونتمنى هذا الفيديو اليوم يعجبكم. وهذه هي السلطه ديالي من بعد ما طابت ديال المطيشه. زينتها بشويه ديال الزنجان من الفوق، كتجي زوينه البنات، المذاق ديالها غزال، نتمنى تجربوها. والسلطه ديالي الثانيه كيف ما كتشوفوا جات هي غزاله، المذاق ديالها خطير، نتمنى تجربوهم بجوج وانا متاكده غادي يعجبوكم. كما كتشوفوا زينتها من الفوق بشويه ديال الفلفله وشويه ديال الحامض، ممكن تزيدوا الزيتون الاحمر حتى كيعطي مذاق زوين، منظر غزال من الفوق. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وما تنساوش تشاركوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم بطبيعه الحال اللي عجبكم الفيديو. وما تنساوش تخلوا لي شي تعاليق زوينه ولايك البنات. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي او كيزور القناه ديالي ما ينساش ديال الاشتراك وابوني. الله يجازيه بخير ويشارك الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالو. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ونتمنى ديروا مشاهده كامله للفيديو البنات. الله يسهل عليكم، كنشكركم بزاف، الله يجازيكم بخير. ونتمنى تجربوا هاد السلطات، كيف ما قلت لكم راه كيجيو زوينين وغزالين ويصلحوا في هذا الصهد. نتمنى تجربوهم وانا متاكده راه غادي يعجبوكم. حتى المكونات ديالهم البنات راه ما غاليينش بزاف، بساط، بالاخص مطيشه دابا راه رخاصت، مابقاتش غاليه كيف ما كانت. نتمنى تجربوا هاد السلطه ديالها، كتجي زوينه. ونتمنى بطبيعه الحال تجربوا هذه الثانيه ديال الرجله حتى هي راه زوينه. ما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو ومشاهده كامله. الله يجازيكم بخير، ومشاركه الفيديو مع كل اللي كتعرفوه مع الاهل الاصدقاء ديالكم. نتمنى الفيديو اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونكون ما طولش عليكم بزاف. ونتمنى يعجبكم الفيديو بطبيعه الحال. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي وصفات شاديه. وحتى لهنا كيكون الفيديو ديالي سالا. خليت لكم الراحه والهنا وطول العمر يا رب. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.